ما فيش ألعن وأخس من الاعتذار إلا عندما يكون أقبح من الذنب اللي بتعتذر عليه. وهذا اللي صلح المومري. قالوا إنه نزل اعتذار لجمهوره ولضيوفه اللي سماهم بالمغتصبين. رحنا نشوف الفيديو اللي نزل اعتذار. جينا والخبير بينقف لا سابع جد لمن؟ للمنتقدين حقه، ومش بس بينقف للمنتقدين، ايضا لهم ولآبائهم، ورافع الاصبع الوسطى ولا يدي الفكفكه، برغم ان احنا انتقدناه واحنا اصحاب الفكفكه احنا، ولو نشتي نفكفك بفكفك لك البلومات كلهن، لكن ما هوش اسلوبنا ولا هي تربيتنا ولا هو ابائنا ربونا على هذا الشيء. وانت غلط على ابي وابو الناس اللي انتقدوا كلهم، بالرغم ان احنا انتقدناك انت شخصيا، انت بحد ذاتك، ما ذكرنا ابوك ولا ذكرنا اهلك ولا ذكرنا حد، لكن هذا ما يدل الا على حسن تربيتك. انتقادنا كان على اسلوبك الهمجي، انتقادنا كان على سبك وشتمك في كل الفيديوهات. خليت كلمة fuck you وكأنها السلام عليكم، وانت داخل الصالة يا مصطفى يوم عرسك. هذا لاحظت هذا الموضوع، بدل ما تقول السلام عليكم قلت fuck you. هذا كانت كلمتك انت اللي رحبت بها للضيوف يوم دخلت الصالة. هذا الثقافة اللي انت تزرع الأجيال. بالله عليك لا ما يروح انت اخوك الصغير ولا ولدك في المستقبل ولا ولد عمك ويقول لابوك ولا لاخوك ولا لك انت فاك يو. انت عارف يعني انت تقول لك فاك يو هذا عندك طبيعيه، لانك انت اصلا مش عارف ايش معناتها اصلا، وخليتها تصبح عند الناس كلمه وكانه لا يقول يا مرحبا. انتقادنا على هذا الموضوع، انتقادنا على انك انت اصبحت انسان مسؤول عن كلامك، وفيه ناس اطفال بيقلدوك وشباب ايضا بيقلدوا كلامك على اساس انه مزح وزبج. قلنا لك معك 1,000,000 مشترك، خليك قد المسؤوليه، انتقي كلامك واعرف كيف تكلم الناس. الهماجه هذا والبذاءه لا تجعلها ثقافه بين اللي بيشاهدوك. هذا قله احترام لمتابعيك. متابعينك نفس انفسهم بتقلل في حقهم لما فك يو. قال فك يو، ما لو نشتي هذولا من حقنا، احنا من عيال الهانه، هذا البلاد من بلاد الفك يو، لكن ما عمرنا ظهرنا في فيديوهات. انا لو ولدي اسمعه يقول كلمه فك يو بخلع لسانه من داخل لكفه، والله انطب لسانه من داخل حلوله، لان الكلمه هذه ما هيش بهذه البساطه ولا بهذا السهوله انك تسمع ناس يضلوا يردوا كلمه فاك يو. عيب. قلنا لك اعرف ان عندك ناس متابعين، احترم جمهورك نفسه. اذا قد الشهره بتجي من كلمه فاك يو فلعن ابوها من شهره، واذا قدك انت تشتي تاكل لقمه عيشك وتاكل اهلك واسرتك من كلمه فك يو ومن البذاءه، فهذا راجع اليك انت. لكن انا ما اظن انك ترضاها على نفسك انك تاكل لقمه عيشك من اليوتيوب بكلمه فك يو وانت تسمع الناس فك يو. اعمل وزن لكلماتك واعرف انت كلماتك، ولا ما تقول لي انه كانت عفويه. على من لا نكذب، ما يزلت لسان ولا عفويه. هذا اللي نزلت الفيديو حق المعازيم والمغتصبين والاشياء، هذا انت سجلته قبل 3 ايام وعملتوا له منتاج وخضبته وحنيته منتج، وانت عارف ايش قلت. ما هوش بث مباشر ولا خطاب مباشر علشان نقول زلت لسان ولا عفويه. عيب الضحك على الدقون. استح. حتى ولو انتقدناك ونقفناك لا اخر، احنا انتقدناك انت شخصيا على محتواك، ما طلعت تغلط على الناس وعلى ابائهم